يوريزيتش مدرب بيراميدز أهدى النادي الأهلي فرصة التعادل بعد التقدم عليه بهدفين نظيفين حتى الدقيقة 50 بعد ضربة الجزاء المحتسبة لإبراهيم عادل في الدقيقة 47. كان المفترض منه تأمين خطة اللعب والحفاظ على الهدفين، لكنه استمر في فتح خطوط اللعب وتناسي خطورة الأهلي وتناسي أيضا أنه يلعب بنقص عدد بعد طرد أحمد توفيق اللبك اليمين. تأخير نزول الشيبي حتى الدقيقة 77 علامة استفهام، لأنه لاعب سريع وقوي ويجيد عمليات الدفاع والانطلاق بالكرة، فكان سيساهم بتعويض قليل من النقص العددي. عدم الدفع بيوسف أوباما رغم أنه محطة جيدة ولديه القدرة على الوقوف بالكرة وتوزيع اللعب إلى الأمام للأجنحة إبراهيم عادل أو مصطفى فتحي. توزيع اللاعبين في خط الدفاع كان غير منظم، اللاعبين قريبين جدا من بعضهم، فأعطى فرصة لوجود مساحات على الأطراف خصوصا في الكرات العرضية، وهذا ما حدث في الهدفين.